ليه الرز بيلمع كده يا معلم فارس؟ قال لي السمنه البلدي وحلاوتها. الفراخ البلدي ليه طعمها حلو كده، يقول لك بجيبها من البلد. انت بتجيب الفراخ البلدي دي من الارياف والبلاد دي فعلا؟ ايوه فعلا. حماتي ربنا يديها الصحه، هي اللي بتجيبها لي، تيجي كل يوم اربعه تجيب الحمام والبط والفراخ البلدي الفلاحي. مثلا في ديك عند واحد في بيت، ديكين في بيت، من البلاد اللي حوالينا والكفور اللي حوالينا في البلد. انا عن نفسي متربي، ابويا الله يرحمه كان ايه بذبح له 10 خرفان، ينقي اسمن خروف يقول لي اذبح ده الاول، ويروح قاعد مقطعه كده، واخد بالك انت، وعامل لنا كباب الحله. يا ريتني كنت معاكم. اقسم يا بالله، ريتني كنت معاكم يا عم اقسم بالله فارس. كانت الريحه، حرام بص عليك وليه كده؟ الريحه جوعنا ما خدتنيش معاك ليه؟ والله. وسبحان الله حلة الرز دي ما شاء الله ما شاء الله 3 اطباق تخلص. يعمل بنعمل غيرها على طول. يعمل غيرها طازه بطازه. عشان كده بقول لك اكل بيتي مش اكل مطاعم. الاكل اللي يقعد حله كبيره كده فيها 20 كيلو رز ويفضل يعبي فيها طول النهار. انت عايز مننا ايه؟ عايز مننا ايه بالحلاوه والجمال ده؟ ده جمال ربنا، والضحكه حلوه والاكل حلو جمال واليوم ربنا حلو. وستر ربنا علينا. شهر رجب يخش عليك بالخير يا رب. يا رب يا رب على الامه كلها يا اللهم رب، امين يا رب. على امه محمد كلها يا اللهم رب امين. يا رب يا رب.